الرحمن الرحيم. عشاق ومحبي لعبة كرة القدم في كل مكان، هي إطلالة جديدة ويوم جديد في عالم كرة القدم المصرية. من أجل الإثارة والتشويق يسعدني أن يكون معكم معلقكم الرياضي يوسف عطوة للوصف والتعليق على واحدة من مباريات دوري القسم الثاني، وبالتحديد المجموعة الخامسة لأسبوع العشرين. ويأتي الطرف الأول في مواجهة اليوم صاحب الأرض والديار نادي الزرع الذي يحتل المركز التاسع وبرصيد 25 نقطة، بينما يأتي في طرف المباراة الثاني نادي بني عبيد الذي يحتل المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة. مباراة لا تحتمل القسم على سنين، مباراة الزرع بالقمصان الزرقاء المارد الأزرق الطامح في الثلاث نقاط أمام الآخر بمسماه هو بني عبيد. مباراة من أجل 3 نقاط ستبدأ 90 دقيقة، ستبدأ من أجل احتساب واحتسام أحلى 3 نقاط ستكون إن كانت هي للمارد الأزرق بمسماه الزرع، وإن كانت إلى الآخر بمسماه بني عبيد صانع المواهب والنجوم. الحديث سيطول عن نجوم بني عبيد وأيضا عن لاعب الزرع، حديثا سيطول ويطول جملته 90 دقيقة مجمله 90. 3 مصطفى كلوشة بيلعب عرضية، رضا السيد فيها لمسة يد، حكم اللقاء يقول ولا فيها ولا ليها ولا عليها على مرمى المنصورة. الغزل بعرضية يوال وقمة دلتوية، عرضية والشة خطيرة. فوفانا محاولة تسديد عادل فكري يا ولد على 2 رقم 10 مع الكرة أحمد البسيوني مر ولا الهدف جول. احكيها لي واتالي ومن الشبكة دايما تسجلها لي. نعم فرحة كبيرة للكرة المستديرة وهي تدخل الشبكة المستنيرة. نعم القناص البسيوني يسجل في الدقيقة الرابعة من شوط المباراة الأول. نعم بداها البسيوني، حذرت من هذا اللاعب في البدايات كبير في مواجهة اليوم. نعم التصيد من القسم الثالث ليكون كبير. هل يرد المنصورة؟ الله صورة هجمة هنا وهجمة هناك، وهنا قلشة خطيرة. حذاري من هذه الكرة، حذاري من هذه اللعبة. هنا حذاري على دياب. الله على الكرة نص الملعب على طول بيلعب كرة عرضية، بيلعب الكرة ولكن الراس هنا محاولة تشتيت، يصوب بالراس يا ولد يا ولد يا ولد. كرة بالراس ازعجت دفاعات الصيد. هذه الكرة صياد اين اقتناصك وصيدك الى الكرات. يلعب لرقم 10 من اجل الابداع. داوود يلعب لفيكتور يا ولد يا فيكتور. الله فيكتور مع اجمل لقطة، فيكتور مع اجمل هدف. احكي لك واوصف لك كيف، اقول لك على اجمل لقطة. وين هدف اول في مرمى الزرع فيكتور الكاميروني. حذرت من هذا اللاعب. نعم افرح وغني، انما الجماهير اليك تغني في مواجهة اليوم بل تهني. نعم يا فيكتور احكي لك السطور تكتب واهداف تسجل من اجل اسعاد الجماهير. هنا فيكتور الكاميروني يبدع وينظر الى الخالق اسمه الله. نعم ينظر بكرة مع اجمل لقطة فنية. كرة اسلام بيلعب كرة عرض مميز، كرة الاول يا ولد. الله عليك يا حبيب والديك كما يقولها دائما لمحمد ابو تريكة، دائما تاتي في تلك الدقائق. هدف اول لكفر الشيخ. انا السماد اتيت للتسجيل. هنا كرة من الرؤوس يا الله على هدف الاول والتعديل. هنا التعادل السماد احد ابرز لاعبي كفر الشيخ في شوط المباراة الاول. هنا عرضية يا ولد على كرة فاتت ولكن لم تتو. والثاني يا ولد، الثاني أتى والهدف الثاني مني أنا وكبريائي أقولها بمسماي كفر الشيخ أنا الكبير. نعم أسجل الثاني في تلك الدقائق. واحدة في العمق وانفراد. الهدف الثاني والتعادل. كرة ولا أجمل يا ولد ولا أحلى منك مين؟ هو الولد الفنان الذي يعزف أحلى الألحان في تلك الدقائق. فرحة كبيرة للكرة المستديرة وهي تدخل الشبكة المستديرة. هناك السيد سليمان لنادي الشمس والكرة بعيدة. الكرة تعود لمناطق الدفاع. حمودة سمير يستحوذ على كرة وأول ضربة جزاء من حكم المباراة. يمشي رقم 19 على التنفيذ، يمشي رامي محمد وأول كرة وهدف. جول رامي أول كرة وأول هدف. والكرة مع بلال سالم الآن. يا ولد يا بلال على المرور. يا ولد يا ولد يا ولد يرسل كرة ممتاز الانفراد. كرة الهدف. كرة
عجبني يوسف عطوة التعليق. طب الناس هو يمكن يوسف كان معايا قبل ايمن الحلقه. كتب اسم ايمن كتب اسم يوسف وانت. اصل هو الراجل قال لي حاجه، قال لي الناس بتقول ان انا بقلد الشوالي، لكن انا فعلا لهجتي كده، وانا من كلامي معاه عرفت فعلا لهجته كده. لا مش تقليد صريح، وهو مش عيب انه يقلد مش الشوالي. عيب، انا قلت له الكلمه دي مش عيب انه يبقى، بس ما يبقاش الشوالي الطبه طبعاً، يعني. ما يبقاش بالظبط كده. طيب بنشكر المعلق يوسف عطوة زميلنا الشاب الصغير اللي هيبقى له مستقبل.